متوسط دورة جوان 2025، حيث سلمهم ميداليات وهدايا ومكافآت مالية. مراسم حفل التكريم حضرها رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيسة المحكمة الدستورية، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والمستشار الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية وأعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، إلى جانب ممثلين عن فعاليات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ المتفوقين. إشراف السيد رئيس الجمهورية على هذا الحفل التكريمي يعكس الحرص الذي يوليه للتربية والتعليم وتشجيعه النخب الشابة والارتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى أعلى المستويات. رئيس الجمهورية كرم الفائزين الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا. تقدم التلميذة الأولى وطنيا في امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2025 التلميذة رونق زاني، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة الهندسة الكهربائية بمعدل 19.70، والمتتلمذة بثانوية صحراوي زغلاني بدائرة طاورة ولاية سود عراس. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية يسلمها إياها السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا التلميذة ملاكي حياوي في شعبة الرياضيات، تحصلت على معدل 19.52 من ولاية معسكر. يقلدها السيد رئيس الجمهورية ميدالية ويقدم لها هدية ومكافأة مالية. التلميذة الثالثة وطنيا نرجس كامل، هي الحاصلة على معدل 19.52 في شعبة الهندسة الكهربائية من الجزائر وسط. تقلد ميدالية وتحظى بهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم شبل الأمة مؤيد سعادي، الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.41 من مدرسة أشبال الأمة الشهيد فوز عبد الرحمن الجزائري. يحظى بوسام تذكاري وهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم شبلة الأمة هاجر قطاري، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 18.65. تحظى بوسام وهدية ومكافأة مالية يسلمها إياها السيد رئيس الجمهورية. إلى صاحب الهمة التلميذ صالح حمداني، هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.29 من دائرة الذرعان بولاية الطارف.